مقابلة ما كانت سهلة بتاتا ضد فريق اللي من خلال الاناليز اللي درنا له بين على ان عنده لاعبين يمكن مغمورين ولكن عندهم امكانيات كبيرة خصوصا في الاطراف. السلام عليكم. على نغمات النشيد الوطني إخوتي هيا للعلا سعيا. كان واضح أن عناصر المنتخب المغربي عازمة تحقق الانتصار على جزر القمر، خاصة وأنه من المنتخبات المرشحة تاخذ اللقب. وهذا الشيء ما جاش صدفة، فكلنا كنعرفوا أن كرة القدم المغربية كتعيش أجمل وأزهى فترة، كتعرف واحد التطور كبير ولله الحمد. وهذا الشيء اللي كيجعلنا وقت ما دخلنا لشي بطولة كنكونوا مرشحين نديوها. والصراحة حتى حنا المغاربة طلع سقف التطلعات ديالنا، ما بقيناش كنرضاو بحتى شي نتيجة إلا الانتصار، ولا شيء غير الانتصار. قبل ما نبداو في تحليل المتواضع لهذه المقابلة، كنتمنى تشجعوني أكثر، ديروا لايك وخليو لي واحد التعليق واشتركوا في القناة. على بركة الله نبداو. كل هاد المعطيات اللي قلنا سابقا خلات منتخب طارق سكيتيوي كيعيش في واحد الضغط اللي خلاه يدخل من بداية المباراة بواحد الشراسة وبثقة كبيرة، وسيطر على مجريات الشوط الأول. وكان واضح الرغبة ديال اللاعبين في التسجيل من الدقائق الأولى، وفعلا قدر يسجلوا في الدقيقة الخامسة لما أطلق اللاعب طنان العينان لركنية دقيقة وصلت للبوفتيني اللي سجل هدف جنوني وقال للجميع احذروني بقذيفة رأسية رائعة. بعد هذا الهدف بينات العناصر الوطنية الحس الهجومي أكثر وواصلت السيطرة، ومن ركنية تانية قدر طارق تيسودالي يسجل الهدف الثاني ويقول لهم هذا حالي أسجل ولا أبالي. ما أجملها بداية، هدفين من ركنيتين في أول 10 دقائق. وبالرغم من بعض محاولات فريق جزر القمر لتقليص الفريق، لكن الدفاع المغربي كان لها بالمرصاد. وقبل ما يكمل الشوط الأول بلحظات، وبواحد تمريرة من حمزة المساوي لكريم البركاوي، سجل منها الهدف الثالث واعلن على نهاية شوط ممتاز بكل المقاييس. استغلوا الفرص اللي تحت لهم من الكرات العرضية والكرات الثابتة، سجلوا 3 الأهداف من 5 تسديدات، وهذا كيبين على الفعالية الهجومية واللي كانت مزيانة. خلاصة القول، تفوق المغربي واضح أداء ونتيجة في الشوط الأول. لكن الشوط الثاني ظهر المنتخب المغربي بشكل غير متوقع نهائيا. أولا الإيقاع بطيء، كان واحد تراجع كبير في المستوى، تراجع بدني واضح، وهادشي اللي خلاه يضيع مجموعة من الفرص، وحتى التركيز والتفاهم كانوا غايبين بين اللاعبين. والغريب في الأمر هو أننا رجعنا للدفاع، وهادشي اللي خلى جزر القمر تجرأ علينا أكثر وبدات كتهاجم وسيطرات في الشوط الثاني. بعد هذا الضغط قدرت تسجل علينا هدف في الدقيقة 56، أو بالأحرى سجلنا على راسنا عن طريق بولكسوت. واش وقفوا هنا؟ لا، حيت ما بقى عندهم ما يخسروا، وقفوا الند بالند. صراحة كان فريق منظم في الشوط الثاني وخلق مجموعة من الفرص الخطيرة، ولولا الحارس المغربي شهاب اللي ما فيه ما يتعب ظهر في هذه المقابلة بشكل جيد. انتهت المقابلة بفوز العناصر الوطنية ب3 الأهداف الواحد، لكن الشكل اللي ظهر به في الشوط الثاني صراحة خلعنا وطرح علامة استفهام كبيرة. شنو هو السبب؟ واش الظروف ومجموعة من المتغيرات اللي وقعت قبل البطولة وحتى قبل المباراة هي السبب؟ كلنا عارفين أن عناصر المنتخب ما مشاوش مجموعين، بل بالعكس أغلب اللاعبين التحقوا بالمعسكر متأخرين، وهادشي اللي خلى الانسجام والتفاهم ما كاينش، وحتى الاستعداد لهاد البطولة ما كانش في مستوى التطلعات. أما الفرقة تجمعات في وقت وجيز نظرا لضيق الوقت، وما نساوش أهم حاجة وهي إصابة مجموعة من اللاعبين المهمين اللي تحرمنا منهم. ولكن بالرغم من كل شيء، منتخب المغرب حقق الأهم وهو الفوز وحصد 3 النقاط ثمينة كبداية مزيانة. وممكن نعتبر هذه المقابلة
كامتحان باش ندخلو في أجواء البطولة ونستعدوا أكثر للفروق الجاية ونبانوا في أفضل صورة في الأدوار المقبلة إن شاء الله. في أمان الله.